بنزيما يتهم مدرب فرنسا بالكذب ويهدد بفضح الأسرار، ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنتم من محبي كريم بنزيما فلا تبخلوا علينا بالاشتراك معنا في القناة والضغط على زر اللايك. فهيا بنا إلى التفاصيل. واصل كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني لهجته الحادة تجاه ديدي ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا. وكان ديشامب قال في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن بنزيما غادر معسكر منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022 بكامل إرادته بعد علمه بفترة غيابه حتى 10 ديسمبر الماضي بسبب الإصابة. ورد نجم ريال مدريد عبر حسابه على انستغرام بمقطع فيديو لشخص يردد عبارة كاذب أنت كاذب، قبل أن يضيف عزيزي ديدي طاب مساؤك. ولم يكتفي كريم بنزيما بذلك، بل هدد بفتح أكاذيب المدير الفني لمنتخب فرنسا بمنشور جديد عبر حسابه الرسمي. وكتب بنزيما عبر حسابه على انستغرام مساء السبت: حسنا، يبدو أنني سأضطر لكشف حقيقة الأمور للناس بشكل علني. وكان كريم بنزيما أعلن اعتزاله اللاعب الدولي بعد يومين من خسارة منتخب فرنسا للمباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين التي أقيمت يوم 18 نوفمبر الماضي.